السلام عليكم. بغيتي الشباكيه تجيك مجعبه وتجيك لذيذه وبنينه وكتذوب في الفم، فتبعي هذا الفيديو ليك، وفيه جميع النصائح والمعلومات اللي ممكن تخليك تحضري بحال هاد الشباكيه هذه شاربه العسل وما كتكسرش ولذيذه وبنينه وفي نفس الوقت مقومه وكتذوب في الفم. فتفاصيل سهله وبسيطه. الا كنتي عمرك ما درتي شباكيه، الا تبعتي هذا الفيديو غادي ديريها ان شاء الله، حتى حاجه ما صعيبه. الا تبعتي هاد النصائح ان شاء الله غادي تكوني اكبر وحده كتسوق شباكيه. فندوزو للتفاصيل، خليكم تشوفوا دويره على الشباكيه، كيفاش جات الشكل ديالها، كيفاش الطياب ديالها، كيفاش اللون ديالها، كيفاش التشباك ديالها. فكل شيء هادشي ان شاء الله غادي نهضروا عليه في هذا الفيديو. وبالنسبه للعسل غادي نحضروه حتى هو مع بعضياتنا في نفس اليوم اللي غنديروا فيه الشباكيه، ما نخليوش يبات. فقط غادي نحضروه هو الاول، عاد غادي نبداو في العجينه ونبداو في التفاصيل الاخرى. اول حاجه كديري 2 كيلو ديال السنيده. انا هنا درت عندي قالب ديال السكر، حطيته في الماء حتى بدا كيذوب شويه، ودرت عليه تقريبا شي 2 حامضات صغارات الا عندك حامضه كبيره. فقط انا ما غنكهو حتى شي حاجه، فقط الحامض بوحدو، ما غندير لا قرفه لا اتاي لا باديان. رانا دايره انواع كثيره ديال العسل، فإلا بغيتو دخلوا الصفحه غادي تلقاو كلشي. غنتسناو عليها حتى كتبدا كتغلي بحال هذا الشكل هذا. عاد غادي نسد الكوكوط ونحسب 30 دقيقه حتى 20 دقيقه حتى ل 30 دقيقه، وغادي نحل عليه غنلقاه بهذا الشكل هذا. غنلقى الحامض ديالي ولا بحال هكا. العجينه هنايا انا راه ما تصورش ليا، نسحب راسي كنصور. دايره هنايا غير نص كيلو ديال الدقيق. غادي ندير في المقادير نص كيلو، نص كاس ديال الجنجلان، نص كاس ديال اللوز، نص كاس ديال تقريبا هاك تشوفوا تما شي 50 غرام ديال الزبده، الضامه ديال الزعفران. غادي ندير خماره، ندير شويه ديال القرفه، معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه صغيره ديال النافع، حبه حلاوه، معلقه صغيره حتى هي. غادي ندير الخل، غادي ندير شويه طرطيقه ديال الخميره حبيبات، شويه راس معلقه، يعني كنهزها بين صبعاني بحال هكا فقط. ندير الخل، معلقه نص كاس ديال الزيت، الا عندكم الزيت البلديه حتى هي كتجي احسن. المهم المكونات غادي نخليهم لكم مكتوبين في صندوق الوصف. هادو هما المكونات اللي عندنا. صافي غادي نعجن بالماء ورد والخل. ضروري ديري واحد اقل من ربع كاس. غادي تعجني العجينه ديالك وتخليها قاصحه، ضروري هذا باش كتجيكم ماشي قاصحه بزاف، وانما اكثر من القصوحيه ديال المسمن. قاصحه واحد شويه، يعني ماشي شوفوا ها، قاصحه واحد شويه. صافي غادي نديرها في واحد الكيس ونخليها كترتاح. عاد غادي ندوزو نخدموها. الا درتيها قاصحه بزاف غادي تهرس لك، درتيها رطبه شويه غادي تسمحنك في الخدمه، وما كتجي لا مجعبه لا والو، كتجي ملصقه وتجي خايبه. من بعد ما ارتاحت غندير واحد الحربل ونقطع واحد التقطيعات بحال هذا الشكل هذا ونحطهم في الكيس. كل عمليه كنحط العجينه ديالي في الكيس، علاش؟ باش ما تشققش وتولي فيها واحد الطبقه من الفوق كحله وكتجي مخسره لينا الشباكيه. كنحاول كنبسطهم بحال هكا. هاد الطريقه هذه ضروريه، علاش؟ لانها نوع من نوع التوريق، بحال كنورقها باش كتجي مجعبه، بحال كنعاود ندلكها مره اخرى. كندير واحد المستطيل وكنجمع بحال الطيه ديال المسمن ونخليها على جنب حتى نكمل الكميه ديالي كلها. كنطوي هاد الطيه ديال المسمن وكنعاود نورق حتى كتولي طويله، ونعاود تاني نطويها مره اخرى. ساهله، ما كتاخدش منك وقت. العجينه اهم حاجه قلت لكم، العجينه تكون مرتاحه وفي نفس الوقت تكون قاصحه شويه. انا هنا راه كتبان لكم رطبه، ولكن راه كناخد مجهود بالمدلك باش ندلكها باش كتبسط ليا وتسرح. ولكن ما تكونش قاصحه بزاف، لان كل ما كانت قاصحه بزاف حجره وكتمحنك، هذيك عرفي راه غادي تهرس لك في القليان. انت كتقلي وهي كتهرس غير بوحدها. المهم غير كنحاول انا قالك نعاود بزاف المعلومه باش هكا كترسخ في، يعني اللي مبتدئه كتعرف. اما اللي عندها تجربه وكتعرف دير الشباكيه فتبارك الله عليها. راه كل المغربيات ما شاء الله عليهم، يعني كلشي كيعرفوا يديروه. يعني المبتدئات البنيتات الصغار اللي يلاه مزوجات، اللي عمرهم ما دخلوا للدار، اللي عمرها ما دارت شباكيه، فهذه الفيديو كيخصها هي بالذات. او اللي كتخطأ، لان نقول لكم واحد الحاجه، راه ما كاين شي واحد ما كيخطاش وكيدير شي خطأ اللي كيخربق ليه الشباكيه ديالو او الخدمه ديالو كلها. فشي معلومات اللي بساط لكن في نفس الوقت راه تيكونوا عمليين. صافي غادي نسرح شويه بالمدلك وغادي ندوزهم في هذه الوراقه، بالرقم باش كيتورق لك، وفي نفس الوقت كتلقاي كيكون نفس السمك.
شفتوا. الا ما كانش عندك الوراقه كتشري داك المدلك اللي تيكون عريض من الداخل وفي الجوانب ديالو تيكون رقيق، هذاك تيساعدك في الخدمه وتيخلي لك التوريق ديالك مقاد وكتقطعي كيف بقيتي. او انك كتشري ديك الجراره اللي كتشبك لك، اللي كتخرم العجينه، حتى هذيك سهله في الخدمه. لكن انا بالنسبه كنشد خدمه ولا كنخدم بزاف الشباكيه، فهاد الطريقه كتجيني سهله. صافي غادي نقطعو بحال هكايا نقادو وندير 5 الاشرطه، 5 اشرطه في كل شباكيه باش كتعطيني 6 ديال الاعمده. شفتوا، باش تعرفوا العجينه ناجحه كنجمعهم نحطهم فوق بعضياتهم وكنبدا كنخدم. هما ولاو عندنا 6 الاشرطه، كندير جوج فوق جوج فوق جوج وتنقلبها وتنشد هاد الرويصات هادو بجوج وساهله. ها النتيجه ما شاء الله. تبعوا الفيديو غتشوفوا يعني نعاود لكم داكشي بالتفاصيل. كنديروا جوج فوق جوج فوق جوج وتنعكسهم. كناخذ هاد الوريقات هادو اللي الفوق كنجمعهم وها هي ما شاء الله. نكمل الكميه ديالي كلها وكنخليها حتى كتنشف واحد شويه، عاد كنبدا كنقلي. الا مثلا صايبتها انا حيت عندي هنا عن 1 كيلو بسرعه كملته، نخليه حتى العشيه عاد غدا نقليه حتى كينشف مزيان وتشد راسها، عاد غادي ندوز نقليها. هنايا بعد ما راه وصل الليل، شوفوا راه الليل دابا، كنسخن الزيت حتى كيسخن مزيان. الا الزيت برد ليكم راه كتفتت، ماشي كتفتت، كتحل وكتولي عجينه، كتبقى عجينه ما كتجمعش. اما الا كان الزيت حامي فاول ما كتحطيها كتاخد ديك الصدمه كتجمع، وفي نفس الوقت كتبدا كتحل بشويه بشويه. هانتوما شوفوا ما شاء الله الشباكيه كيفاش جات، ما شاء الله جات غزاله، حتى اللون ما شاء الله. ما تخليوهاش حتى تحمر بزاف. غير نصيحه، دائما الشباكيه كتحطيها على الظهر ديالها باش ملي كتبداي تقلبي كتعرفي بانك قلبتيهم كاملين. ماشي كتبداي تهزي وتلوحي، لا، حطيهم كلهم على الظهر ديالهم. ملي كتحسي بها تحمرات واحد شويه من التحت او بدات كتشدت راسها وقصاحت، كتبداي كتقلبي، كتعرفي اللي ما قلبتيهاش، كتعرفيها، كتعرفي راك ما قلبتيهاش، راه باقا على الوجه ديالها. صافي كديري جنجلان ولا اللوز ايفيلي ولا لوز كونكاسي وتتقدميها. ما شاء الله شوفوا هنايا راه خليتها كترتاح، كنخدم بشويه بشويه وكندوز كنقلي. وما شاء الله كنتمنى هذا الفيديو يفيدكم. ما تنسوناش من دعواتكم.